ونحن إذا عدنا إلى القرآن الكريم وما ذكر فيه من مشاهد القيامة، نجد أن هذه المشاهد نجد أن هذه المشاهد تبعث الوجل في النفوس. فالله سبحانه وتعالى يقول مبين مشاهد القيامة مع ذكر الحساب، يقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون. فهمنا سر غيبي نحن لا نستطيع أن نحدده، ولكن لي رأي حسب ما يتبادر إلى ذهني الكليل القاصر، وقد عرضت هذا على جماعة من العلماء. عرضت هذا على جماعة من العلماء واستحسنوه، وهو أن الإنسان إنما تصور له جميع أعماله التي يمارسها في هذه الحياة، وقد قالوا بأن في خلايا الدماغ هناك خلية أمرها عجيب. هذه الخلية حسب ما يقولون تسجل ما يقوله الإنسان، تسجل كل ما يقوله الإنسان، وقد حملوا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قالوا بأن هناك خلية تسجل، وأنا لا أستبعد أن يكون مع هذا التسجيل تصوير، لأن الله تعالى يقول يومئذ تعرضون، فالإنسان يعرض عليه عمله بحيث يصور له أنه يمارس ما يمارسه ويشاهد ما كان يفعله في هذه الحياة رأي العين يوم القيامة.